السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعينا الكرام في كل مكان. أهلا وسهلا بحضراتكم مع فيديو جديد مع نهاية الأسبوع التاني. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، اللهم بارك. زي ما حضراتكم شايفين إن شاء الله النهاردة معانا نهاية الأسبوع التاني أو اليوم ال14 من عمر الدورة. هنحاول نلم بالأسبوع كله بالكامل بكل التفاصيل اللي اشتغلنا بيها بإذن الله تعالى. مراجعة يعتبر بسيطة، تفاوت الأوزان والمشكلة اللي بتحصل من تفاوت الأوزان وازاي برضو بنحاول ان احنا نحلها. يعني زي ما حضراتكم شايفين كتكوت ده حجم وده حجم تاني. طيب برضو مشكلة تفاوت الاوزان بتظهر معاك بشكل كثيف يعتبر في نهاية الاسبوع التاني او على اليوم ال13 وال14 بتبدأ تشوف فروق الاحجام. طيب تفاوت الاوزان ده فيه نوعين، في نوع من الكتكوت وفي نوع من الرعاية. طيب وفي نوع تاني اللي هو الكتاكيت الاتش اللي موجودة في السوق، كانت الفترة اللي فاتت يعني لا قدر الله ربنا يكفينا شرها، واللي هي طبعا البياض. تمام، يعني اللي هي مش بتربي في يعتبر لحم نهائي، اللي هي بتربي مثلا في عمر 3 شهور بتديك وزن لحم قد ايه؟ بتديك وزن لحم كيلو وربع، كيلو و300. دي الكتاكيت الاتش اللي هي فرز ذكور الدجاج البياض. لكن التسمين ده حاجة تانية خالص، وهي بيكون عبارة عن، يعني شايف الكتكوت ده اهو، تمام اهو، ده بيكون بالشكل ده. بس ده طبعا الحمد لله ده تسمين، تمام، ده تسمين. طيب تفاوت الاوزان، لو من الكتكوت انت بتعمل اللي عليك، فالكتكوت مش بيديك انتاج وبيكون فيه حجم كبير جدا وفيه حجم صغير جدا. طيب بالنسبة لتفاوت الاوزان في الرعاية، وهي العلافات قليلة، اطباق التحضيم في الاسبوع الاول كانت قليلة. وبرضه في نقطة تانية وهي ازدحام المكان. لو المكان مزحوم عندك، يعني مثلا فلنفترض ان كل 100 كتكوت ليهم علافة، انت بتحط مثلا لكل 100 كتكوت، لكل 200 كتكوت علافة، فبالتالي ده بيحصل ازدحام على الأكل والشرب، فالمشكلة بتزيد معاه. طيب سقايات المية، لو سقايات المية قليلة الكتكوت بياكل أكتر ومش بيشرب مية، فبالتالي بيحصل له جفاف. كل دي مشاكل بتسبب معاك يعتبر تفاوت أوزان. وبرضه درجات الحرارة المتفاوتة، مرفوعة جامد نازلة جامد، يعني دي كل ده بسبب مشاكل. يا ريت يا جماعة كلنا نقول بسم الله ما شاء الله علشان ربنا يبارك لنا جميعا بإذن الله. طبعا سرعة الأكل والكلام ده كله والأعشاب والخلطات والدنيا دياتي ماشي كويسة ونتائجها كويسة، بس الأفضل دايما اللي بتكلم عليه دايما إنك أنت لو هتشتغل بخلطات، لو الكتكوت بتاعك مش ساحب مثلا وفيه مشاكل في الونزة، في مشاكل برد، في مشاكل خرخشة نادرة، اشتغل بجرعة مضاد حيوي في الأول وبعد كده اشتغل بالأعشاب. الأعشاب وقاية وليست علاج، خد بالك من النقطة دي، الأعشاب وقاية وليست علاج. يعني مثلا امتى اشتغل بالاعشاب؟ مثلا الكتكوت ماشي معايا كويس، بس مثلا لو هو بياكل مثلا 100 جرام، لا بياكل 90، طب ازاي هيجيب ال10 جرام دي؟ دي سهلة بالاعشاب، ممكن ازود لها شوية قرنفل على مثلا كركم على بقدونس، الحاجات دي برضو بتساعد وحاجات كويسة بس مش علاج. يعني مثلا لو انت الاكل نزل عندك 50% وتقول لي والله انا هنزل النهارده مثلا فلنفترض هنزل قرنفل مع شعير علشان يزود لي الاكل، طبعا دي حاله مرض، دي بكتيريا عايزه يعتبر نسبه معينه من المواد الفعاله علشان تقتلها، فغير كده الاعشاب مش مفيده في حالات العلاج. العدد الصغيرة طبعا الأعشاب ممكن تجيب معاها، لأن هي بتكون سهلة جدا في حكاية إن هو يجهز الأعشاب والكلام ده كله، لكن الأعداد الكبيرة دي صعبة. طيب بالنسبة للبرنامج اللي احنا ماشيين عليه، زي ما حضراتكم عارفين اليوم ال14 ونهاية الدورة درجة الحرارة 30 كويسة جدا، يا ريت ما تنزلش عن كده، علشان لو نزلت عن كده هتسبب لك اسهالات وبتيجي في الآخر تشتكي من مشكلة الاسهالات. طيب اشتغل ازاي؟ اشتغل ان شاء الله باذن الله في اليوم ال14 درجة حرارة 30. لو انت ماشي قبلها ب 32 ما تنزلهاش مرة واحدة، لا، امشي بيها تدريجي، خليك فاهم مش حافظ. يعني ازاي تمشي بيها تدريجي؟ يعني مش شرط انك انت النهارده تخليها 30 يبقى 30، لا، سنه بسنه لحد ما توصل لدرجه الحراره المناسبه بتاعتك، ما تنزلش درجات الحراره مره واحده. حضراتكم الكتاكيت اللي قدامكم دي درجه حرارتها 31 حاليا، يعني انا بنتكلم في درجه حراره شغاله 31، فعلشان كده ما ينفعش انزل درجه الحراره مره واحده. طيب بالنسبه للادويه، طبعا انا شغال بمضاد حيوي ارسرو علشان فيها سنه نترة، طبعا اتكلمت عنها في الفيديو اللي فات، ممكن ترجع تشوف الفيديو بتاع اليوم ال12 وال13 وده اليوم ال14. بعد كده بنشتغل بسقوة سهلة خالص، يعني سقوة يعتبر كلنا عارفينها، الألف د تلاتة اهي، علشان تاخد أعلى كفاءة من يعتبر تربية الفراخ في اللحم. تمام. طيب بالنسبة للنقطة المهمة جدا، في امبارح كنت منزل فيديو لغسيل الكبد وغسيل الكلى،
في ناس تقريبا حصل عندها لبس في الكلام ده. يا جماعة أنا لما بشتغل غسيل كبد وغسيل كلى بفصل الاتنين مع بعض، مش بنزل الاتنين مع بعض، بل بالعكس بشتغل مثلا 6 ساعات كبد 6 ساعات كلى، وممكن لو في وقت فاضي انزلهم مثلا ميه بيضة. مش بحاول اضغط على الفرخ، انت لسه الفرخ في مقتبل العمر، الفرخ اللي معاك ده مش كبير لدرجة انك تضغط فيه، ده فرخ لسه يعني انت بتتكلم النهارده عمره 14 يوم، فاكيد يعني فاضل لك 3 اسابيع تاني. تمام. فحاول ما ترهقش جهاز الكبد والكلى او الجهاز الهضمي بشكل عام، لا امشي معاه شوية شوية علشان تاخد منه نتائج كويسة جدا. طيب نخش على النقطة اللي بعد كده، الوزن بتاعك بيكون 400 جرام. طبعا ده الوزن اللي في الطبيعي. تمام. يا ريت ما نغيرش العلف قبل نص كيلو 550 جرام، علشان ما يحصلكش برضو لبس في حكاية تغيير العلف. انا مش بغير علف في عنبري غير بعد ما اكل نص كيلو، ويكون وزن الفرخة برضو كويس. طيب هل كان في برضو سؤال بيقول ان هو ياكل كيلو علف بارد؟ طبعا ده غلط جدا. كل ما الفرخ بيكبر الطاقة بتاعته والبروتين بتاعه بيكون في احتياج ليه مناسب، فعلشان انا في العمر الصغير بحتاج لطاقة البروتين بيكون اعلى علشان نمو الكتكوت. طيب فيما بعد بنبدأ نقلل نسبة البروتين من 23 ل 21، علشان كده كل عمر وليه حاجة مناسبة بنشتغل بيها. طيب العلف اللي احنا شغالين بيه 23% بروتين، لحد دلوقتي ما غيرناش العلف، وعلشان كده برضو في تغيير العلف لازم نشتغل بمضاد سموم. مضاد السموم مهم جدا في اثناء تغيير العلف، لان العلف بيحصل خلل بين من 23 ل 21. هنا بنعمل حاجة كويسة جدا ان احنا بنخلط العلف، نجيب شكارتين مثلا بادي وشكارتين نام ونخلطهم الاتنين كده، انت عملت خليط بين 21 وبين 23، كده انت بتاكل 22 تدريجي. ده شيء كويس جدا، ويعتبر من الحاجات اللي بنشوف فعاليتها كويسة جدا. يا ريت لما تختار علف اختار علف جيد في الايام دي، الاعلاف فيها مشاكل برضو كتير، مشاكل سموم كتيرة جدا. يا ريت لما تعبي العلف زي ما حضراتكم شايفين كده اهو، شوية علف قليلين جدا علشان الكتكوت ياكلهم. لو عندك نترة، لو عندك برضو الفراخ بتنكش في العلف، حاول تخف العلف من قدامها، لان الفرخ بطبيعته طماع. الفرخ لما يلاقي الحاجة زيادة عليه طبعا بتلاقيه بينكش ويعمل مشاكل كتيرة في العلف ويهدر علف والكلام ده كله. ده في نهاية اليوم ال14. حاولت ألم لكم الموضوع بالكامل، درجات الحرارة، الأدوية اللي ماشيين عليها من ساعة الاستقبال، الوزن، الرعاية، النفق. طبعا ده كل عنبر بيختلف عن التاني، يعني مفيش حد يقول لك أنا النفق عندي بيكون كام، ولا أنا ينفع أقول لك النفق عندي بيكون كام، لأن كل كتكوت وليه رعايته الخاصة. بس الحمد لله ذلك الفضل من الله، يعتبر اقل من المتوقع. الحمد لله ذلك الفضل من الله. يا ريت يا جماعه تدعوا لنا ان ربنا يكمل دورتنا ودورتكم على خير، علشان ربنا يكرمنا جميعا ويبارك لنا جميعا. التهويه مهمه جدا في الاعمار دي، ما ينفعش انك تشتغل مغلق ومقفل بشكل تام، لازم يكون فيه فتحات تهويه علشان تدخل اكسجين، علشان الاكسجين اللي بيتحرق عندك في المكان. اليوم ال14 ونهاية الأسبوع الثاني، ربنا يبارك لنا جميعا بإذن الله تعالى. كل دي طرق علشان تكون فاهم التربية ماشية ازاي. دمتم في رعاية الله وأمنه. لو حد عنده أي سؤال أو استفسار سيبوله في كومنت، وإن شاء الله هحاول أجاوبك عليه بإذن الله تعالى. أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.